السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب، متابعيني وحبايبي الغاليين، ربنا يا رب يمدمهم بكده نعمة في حياتي. وزي ما انتم شايفين كده طبعا عملنا كده السينابون، عملناه كده بكل سهولة. مش عايزة اقولك قد ايه كان هش، وكان عجينته كده عامله زي القطن كده، جميلة جدا الصراحة. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا كده السينابون الجميل ده بكل سهولة كده هتعمليه زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. تابعينا كده وان شاء الله لو عجبك بقى الفيديو تحط لنا بقى اللايك الجميل بتاعك، كومنت حلو، وتشرفيني وتنوريني بالاشتراك الجميل بتاعك. يلا بينا نبدأ بقى، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين حطيت كده معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطيت نص معلقة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا دولت المواد الجافة بتاعتي، وكان معايا 3 كوبايات من اللبن. طبعا الكوباية نفس الكوباية اللي حطيت بيها اللبن، اسفة 3 كوبايات من الدقيق وكوباية من اللبن. وطبعا هتكون معايا معلقه كبيره من اللبن البودره، ومعايا معلقه كبيره من الخميره، و3 معالق من السكر. وهتكون معايا كده بضايه، وهتكون معايا برضو معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الفانيليا، الفانيليا السايله زي ما انت شايفه كده. طبعا انا قلبت بنفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها 3 من الدقيق، حطيت بيها 1 من اللبن. وهتكون معايا مكعب من الزبده، بس مش هحط الزبده دلوقتي خالص، الزبده هحطها بعد ما العجينه تلم معايا. طبعا خلاص كده انا قلبت كده الخميره والسكر. هبدأ ان انا بقى هعجن كده. طبعا انا سبت كده شويه من الدقيق، هم دول 3 كوبايات من الدقيق، بس انا طبعا قلت هخلي شويه كده اشوف العجينه هتلم معايا ولا لا. بس هي العجينه احتاجت برضو شويه اللي فاضلين دولت، يعني هي الكوبايه نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها اخدت بيها 3 دقيق، 1 لبن و3 دقيق. وطبعا كان معايا برضو البضايه، وعلى حسب بقى نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه زي ما انت شايفه كده. طبعا هبدأ الم بقى العجينه، واول ما هتلم معايا هبدأ انزل بقى بمكعب الزبده كده عليها. طبعا اللبن معايا كان دافي، لازم بقى ان احنا في الوقت ده ندفي اللبن عشان خاطر احنا في الجو ساقعه. واول ما بخلص بقى العجينه بروح مغطياها بقى، واروح مدفيه الفرن تدفئه خفيفه كده، واروح مدخلاها بقى الفرن، واسيبها في الفرن لغايه ما تخمر. يعني هي بالظبط بتاخد ربع ساعه، وممكن 10 دقايق كمان، وبتكون خمرت العجينه وبتكون ما شاء الله جميله. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه كده ملزقه معايا تلزيقه خفيفه كده. انا محتاجه اللي هي العجينه تكون طريه، يعني على قد ما تقدري خليها طريه معاكي، عشان خاطر تبقى معاكي طالع السينابون كده من الفرن جميل كده وطري وهش يعني. دي الكوبايه اللي انا اشتغلت بيها، عيرت بيها كل حاجه. طبعا خلاص كده اغطيه كده بالفوطه، وزي ما قلت لكم في الفرن الدافي بقى، وهسيب العجينه كده. يلا بينا نحضر بقى الحشو بتاعنا. هتكون معايا ربع كوبايه من السكر، وهتكون معايا معلقه من القرفه، ومعلقتين من الكاكاو. طبعا الكاكاو اللي انا بشتغل بيه الاسباني. ممكن انتي تقللي القرفه، تزودي القرفه، دي حاجه ترجعلك. انا حطيت معلقه واحده زي ما انت شايفه كده. هبدأ ان انا طبعا انا قلت اعديهم على المصفى عشان خاطر لو في اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه. وبقلبه كده، اهم حاجه ان كل حاجه تختلط كده مع بعضها كويس. وهبدأ بقى اخليهم كده يبقى كده معايا هو جاهز. هبدأ دلوقتي احضر بقى صوص الجبنه الرهيب اللي انا عملته قبل كده، بس قلت برضه اوريكم الفكره. طبعا كده معايا معلقه من الزبده، وهتكون معايا كوبايه من السكر، وكوبايه من الجبنه الكريمي. لو كوبايه السكر خشن معاكي ممكن ان انتي تطحني السكر، بس انا السكر معايا ما كانش خشن قوي. وربع كوبايه من الميه اللي بتغلي، ومعلقه كبيره من الكريم شانتيه. وهكون معايا معلقه صغيره كده من الفانيليا، او اقل من المعلقه الصغيره كمان، يعني نص معلقه، بتديله ريحه حلوه الصراحه. وهتكون معايا كده كيس من اللبن البودره. ممكن تحطي برضو كوبايه من لبن البودره، لو انت عندك لبن زياده ممكن تحطي كوبايه. بس الصراحه كان الصوص ده كان جميل جدا، عمل معايا كميه حلوه. طبعا الجبنه الكريمي اي نوع جبنه كريمي، بس تكون ما فيهاش ملح. يعني ممكن تشتغلي بجبنه مثلثات، ممكن تشتغلي بالجبنه اي نوع جبنه كريمي، بس ما فيهوش ملح. يعني اهم حاجه يكون ما فيهاش ملح. طبعا جبت كده شويه من الدقيق، خلاص العجينه خمرت معايا.
بدأت بقى ايه احط لها شويه كده من الدقيق. حطي طبقه حلوه كده من الدقيق عشان خاطر ايه هعرف افرد العجينه وما تلزقش مني. زي ما انت شايفه كده بدأت ان انا ايه افرد كده في العجينه. زي ما انتم شايفين انا برضو ايه بحركها كده، انا مش عايزه العجينه تلبد مني ولا حاجه. العجينه بسم الله ما شاء الله يعني خفيفه جدا وانا شغاله بيها، مش عايزه اقولك قد ايه مرنه كده وجميله الصراحه. طبعا هفردها كلها الاول. اهم حاجه ان انت تتابعيها كده عشان ما تلبدش منك في الحاجه اللي انت شغاله عليها. طبعا خلاص كده فردتها. جبت كده معلقه من الزبده، معلقه كبيره من الزبده، وبدات ان انا ايه سيحتها كده، وهبدا ان انا اوزع كده زبده عليها كلها. الزبده هتديها طعم حلو وفي نفس الوقت هتخليها معايا مورقه كده وجميله الصراحه، وريحتها حلوه. يعني الزبده بتخلي ريحه المعجنات ملهاش حل الصراحه. زي ما انت شايفه كده وزعي كل الزبده عليها. بدات ان انا ايه اجيب بقى القرفه كده والسكر والكاكاو كده، الخليط اللي انا عملته الحشو ده. حب هبدا ان انا كده ايه اوزعه. هبدا اوزعه عليا كده كويس. اهم حاجه بقى ان انت تظبطيها كده. معلش بقى الاضاءه كده يعني ايه النور قطع وانا شغاله، وجا برضو وانا شغاله، يعني انا يا دوبك هو قطع في الوقت ده. فطبعا احنا عارفين بقى ايه كلنا ان الوقت بيبقى صعب جدا لو النور قطع في وقت زي ده وانت شغاله. فبنضطر بقى ان احنا نشتغل على الكشاف كده زي ما انت شايفه. بص النور جه، الله المستعان. يعني هو قطع في وقت وجا في ساعتها وانا ما ينفعش ان انا اوقف اساسا. زي ما انت شايفه كده. طبعا جبت بقى اللي هو خيط السناره، او تجيبي خيط اي نوع خيط وتبداي تقطعي بيه كده. قطعت كده الرول كده من النص، وهبدا ان انا اقطع بقى كده القطع زي ما انا عايزه. تقطعيها كبيره تقطعها صغيره براحتك خالص. مش عايزه اقول لكم انا اول مره فعلا اعمل السينابون. شايفين الجمال ما شاء الله. وكل اللي اكلوا قال لي تسلم ايدك جميل جدا، وما كانش حد مصدق ان انا فعلا اول مره اعمله. طبعا جبت كده مكعب من الزبده، بدات ان انا اوزعته كده في الصينيه، وهبدا اقطع كل الكميه كده وارصها كده في الصينيه واسيبها ايه لغايه ما تخمر في الفرن. برضو نفس النظام، الفرن اللي هو الدافي. بدفي الفرن كده واطفيه، وبعد كده ادخل بقى ايه اغطي العجين كده وادخله بقى في الفرن. هغطيها كده وادخلها. زي ما انت شايفه ما شاء الله حجمها تضاعف. اخدت معايا بالظبط كده نص ساعه. وهبدا بقى ادخلها كده الفرن. خلاص كده دخلتها الفرن. هي بمجرد ما بتخش الفرن الصراحه العجينه مش قادره اقولك قد ايه هي خفيفه وهشه، واستوت معايا كده وبقت جميله. شايفه قد ايه مورقه وهشه ما شاء الله. طبعا انا بشكركم جدا على انا عملت قبل كده كيكه السينابون. جابت معايا 1000 مشاهده، يعني 1100 كمان ما شاء الله. يعني انا بالنسبه لي 1100 دولت انا فرحانه بيهم جدا جدا، ما تقولوش قد ايه. لايكات برضو ترفع لي الفيديوهات. يعني انا فيديوهاتي ما بتزيدش عن 100 200 كده، بس الصراحه ان هي تجيب 1000 ديت يعني بالنسبه لي كانت حاجه كبيره. انا مش طماعه يعني. وصلوا لي بس الفيديو ده ل1000 مشاهده، برضو انا مش عايزه اكتر من كده. ربنا يا رب يجازيكم خير. بدات بقى جبت صوص الجبنه كده. طبعا لما سبته بقى في التلاجة سقع معايا كده وتقل ما شاء الله. طبعا اهم حاجه بقى ان انت تغرقيها من صوص الجبنه كده، لان هي حلاوتها بقى في صوص الجبنه الحلو ده. وطبعا جبت كده ايه صوص الكراميل، وبرضه هيكون معايا صوص شوكليت كده. وهبدا ان انا ايه اوزع عليها كده صوص كراميل وصوص شوكليت. الصراحه كانت طريقته جميله جدا. طبعا احنا عارفين بقى في الجو الساقعه هو كان متكتل معايا شويه. بدات ان انا ايه اظبطه كده، وبعد كده ابدا ان انا اوزع بقى ايه. ممكن توزعي صوص شوكليت بس او صوص كراميل بس، دي حاجه ترجع لك. بس الصراحه الاتنين مع بعض مدينها اولا شكل حلو وبعد كده طعم جميل الصراحه. شايفه الجمال ما شاء الله. طبعا انا اول ما طلعت من الفرن وزعت شويه كده من صوص الجبنه،
وبدات اللي انا ايه غطيتها وسبتها لغايه ما بردت خالص. معلش انا كنت يعني نفسي ان انا اوريكم الحته ديت، بس هي عدت. بدات لما بردت خالص بدات ان انا اوزع بقيه صوص الجبنه، عشان خاطر لو انا وزعت صوص الجبنه عليها وهي سخنه هيسيح جامد، مش هيبقى واقف عليها كده، ويعني مديها طعم حلو، وفي نفس الوقت ايه غرقانه كده في صوص الجبنه. طبعا زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه اقول لكم بقى، يلا لايكاتكم بقى الحلوه بقى عشان ترفع لنا الفيديو الجميل ده. شايفه قد ايه طري، وقد ايه برضو مورق كده وهش وجميل الصراحه. يا رب تكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.